هقول لك اكتر نصيحة محدش بيقتنع بيها الا لما يجربها في البيزنس: ما توقفش تسويق حتى لو عندك عملاء وزباين اكتر من قدرتك على الاستيعاب والبيزنس بتاعك بيكبر ما شاء الله. اوعى تفكر ثانية توقف تسويق. طب ليه انت بتقول لنا في الاول محدش بيقتنع بيها؟ ما هي منطقية اهي. اقول لك ليه. نتخيل ان اسمك محمود وعندك عيادة اسنان مثلا، واول ما فتحت عملت تسويق وحملات اعلانية وفعلا جالك مثلا 70 زبون بمشاكل اسنانهم وخلوك مشغول لمدة شهرين 3، فسيادتك زي 90% من الناس وقفت اعلانات وانشغلت بالحالات اللي عندك لحد ما يخلصوا، وده كان اكبر خطأ عملته. انت افتكرت ان عدد العملاء دول هيكون مستمر طول الوقت، بس الحقيقة وبدون ما تحس عدد العملاء الجداد اللي بيجولك وانت موقف تسويق بيقل تدريجيا. لحد امتى؟ لحد لما ما يبقاش عندك اي عميل جديد. فطبعا انت اول ما يحصل كده مع سيادتك هترجع تعمل تسويق واعلانات مرة تانية، بس المرة دي بعد انقطاع. مش هتكون اسهل من الاولى، بالعكس هتكون اصعب. ده غير انك هتواجه ايام ما عندكش ولا زبون ولا عميل وعليك التزامات واقساط ومرتبات وحاجات تانية كتير. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان ده اللي بيحصل كل يوم في الاستشارات الاداريه اللي بتجيني. طب اعمل ايه يعني؟ ما تستناش تجرب علشان تقتنع، ما تحاولش تخترع العجله من الاول، وببساطه خلي التسويق والاعلانات شغاله على طول. حتى لو جالك عملاء اكتر من اللي انت عايزه، وسع شغلك واعمل مكان اكبر وهات ناس يشتغلوا معاك اكتر، ولكن اوعى ابدا توقف تسويق واعلانات وعروض كمان، لان التسويق عضله بتكبر لما تشغلها وتعطل لما توقفها. بس كده.